ممكن في لحظة تدبر بسيطة جدا تكتشف إن الناس مش متقسمين ناجح وفاشل، ولكنهم متقسمين حاجة قبل دول هي اللي بيترتب عليها النجاح والفشل. الحاجة دي هي: هما بتوع عيوب ولا بتوع دروس؟ بتوع العيوب ناس بتدور على عيب الغير، عايشين بيدوروا على النقص في غيرهم علشان بس يحاولوا يقنعوا نفسهم إنهم لسه كويسين. ودول ضعفاء جدا، بيتكلموا في ظهر الناس، فبيبنوا علاقات هشة ضعيفة، علاقات كلها قايمة على القيل والقال. شغلهم الانتقاد، المزايدة، التنظير، الأحكام. ولو إن الأحكام جزء بسيط منها جزء إنساني فينا كلنا، لكن جزء بسيط بس، مش كلها ومش دايما مستمر. شعورهم دايما بيكون حقد وحسد وغضب، لأنهم بيزعلوا لو شافوا أي حد تاني بيعمل حاجة كويسة. أي ناجح بيشوفوه تهديد ليهم. الحقيقة إنهم أشطر ناس في هدم غيرهم، لكنهم برضو بيهدوا نفسهم من جوه، كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. النوع التاني اللي عايشين على الدروس، أقوياء، عارفين إن وقتهم ليهم هم، ومفيش أي حد تاني أولى بيهم من وقتهم. عارفين إن دي العملة الصعبة. الناس دول مركزين على نفسهم كويس جدا، لو شافوا حد بيغلط بيحمدوا ربنا سبحانه وتعالى إنه عافاهم من الخطأ. مش بس كده، لكن كمان بيحاولوا يصلحوا من نفسهم علشان ما يقعوش في نفس الخطأ. ما هو برضو الفاطن من أخذ العبرة في غيره، لا أن يكون هو العبرة. لو سمعوا حد بيجيب في سيرة حد تاني، إما إن هما بيردوا الغيبة أو بيسيبوا المجلس ويقوموا. لو ما قدروش يدافعوا بيمشوا، لكن ما بيقبلوش باللي بيحصل ده، لأن ده بيقلل من كرامتهم، بيقلل من تقديرهم لنفسهم. ما بيبنوش علاقاتهم على حساب حد تاني، لازم علاقاتهم تكون مبنية على ثقة واحترام، مش بيخوضوا مع الخائضين. شعورهم ببساطة جدا بيتلخص في الغبطة، بيفرحوا للي بيعمل أي حاجة كويسة وبيتعلموا منه علشان يوصلوا أسرع. بيبنوا نفسهم في صمت، هاديين ومركزين على حياتهم، دايرتهم صغيرة لكن نظيفة. ويمكن علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوفقهم، فبيفضلوا في مرحلة نمو دائم، سريع أو بطيء مش مهم. المهم إنه في مرضاة ربنا سبحانه وتعالى، ورحلة سعيهم بتتحول لقصة ملهمة، لو مش لأي حد تاني فعلى الأقل لنفسهم اللي ما خسروهاش. ببساطة جدا اللي هتركز عليه هتلاقيه. هتركز على العيوب والنقص في الناس، هتركز على التنظير والأحكام، هتبقى خبير انتقاد وهدم ناس تانية. مع الوقت هتلاقي نفسك انت بدأت تحكم وبس، ومش شايف غير السلبي. لو ركزت في دروس الناس وبتتعلم من الخطأ والصواب، هتبقى خبير نجاح بتقرأها وهي طايرة. النوع الأول هيسود عليك حياتك، هيوقفك عن أي بناء وأي تطوير بتحاول تعمله. جملهم بتتلخص في البلد دي أحسن من غيرها، وكان غيرك أشطر، وكل الكلام اللي زي ده. لكن النوع التاني لو مش هينفعك مش هيضرك. النوع التاني إيجابي بشرطين: بيقين واتزان. بيقين في ربنا سبحانه وتعالى إيمانا بقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى. واتزان علشان ما يقعش في فخ الإيجابية السامة. الناس دول مشكلتهم مش في اللي بيحصل لهم، المشكلة الأساسية في النضارة اللي هم لابسينها وبيشوفوا بيها العالم واللي حواليهم، فبيترتب عليه اللي بيحصل لهم بعد كده. انت دلوقتي عارف الفرق، ويمكن عارف الفرق من قبل كده بكتير، والكلمتين دول مش فارقين معاك في حاجة، لكنه ممكن يكون مجرد تذكير. المهم هنا انت ناوي تكمل في اي طريق. القرار قرارك انت. سلام.